بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتورة نشوى ياقوت، استشاري التغذية العلاجية. هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع بيهمنا كلنا، وهو الايموشنال ايتنج أو الأكل العاطفي. احنا أوقات بنشتهي الأكل لما بنكون حاسين بمنتهى لحظات الضعف العاطفي، علشان كده بنحاول ناكل عشان نحس بالراحة، وده اللي بنسميه الأكل العاطفي. الأكل العاطفي هو كميات من الأكل بنلجأ ليها لما بنكون معرضين لضغط عصبي، سواء كان أزمة عاطفية، أزمة مالية، قلق، توتر، خوف، أو حتى الملل. بنحتاج ساعتها إن احنا نكسر حاجز الملل والطاقة السلبية اللي جوانا بإن احنا نبدأ ناكل علشان نحس إن احنا خرجنا من الضغط العصبي اللي احنا حاسين بيه. في الواقع بقى في ارتباط كبير جدا في حياتنا بين ارتباطنا بالأكل والحالة النفسية اللي احنا بنمر بيها. بعد ما عرفنا أسباب الايموشنال ايتنج، لازم نعرف إن احنا جسمنا في حالة زي دي بيبدأ يتعامل معاه بأنه بيفرز هرمون بيتسمى هرمون الكورتيزول. طيب علشان أقلل مستوى هرمون الكورتيزول في الدم ده أعمل إيه؟ من الحاجات اللي لقوها دلوقتي مفيدة قوي لخفض معدل هرمون الكورتيزول عشبة اسمها الأشواجندا. الأشواجندا هي معروفة من زمان في شمال أفريقيا وفي الهند، لقوا إن ليها دور مهم جدا في تقليل التوتر والاضطراب، تقليل معدل الكورتيزول في الدم، وبالتالي تقليل الايموشنال ايتنج. وده اللي احنا عايزين نوصل له، ازاي نهدى وازاي نتعامل مع الايموشنال ايتنج ده بحاجة آمنة ملهاش آثار جانبية، أعشاب، وتطلعني زي ما بيقولوا كده الخروج الآمن من مشكلة كانت ممكن تسبب لي زيادة كبيرة في وزني، وبالتالي مشاكل كتير صحية أنا ممكن أتعرض لها. والأشواجندا موجودة في منتج الجرينو ماكسي، وبالتالي هي كده هتخلصنا من مشكلة الأكل العاطفي إلى جانب التخلص من الوزن الزائد. كان معاكم دكتورة نشوى ياقوت، استشاري التغذية العلاجية. انتظروني في فيديوهات تانية. دمتم سالمين بصحة وسعادة.